ازيكم يا جماعه؟ معانا النهارده جرعه دسمه من اخبار ابل واخر التسريبات اللي حصلت الاسبوع ده، سواء كنت مهتم باي او اس 19 او سيري او حتى تسريبات ايفون 17 اللي جاي. فخليك معايا لحد اخر الفيديو علشان هنتكلم عن كل حاجه. وكمان في الفيديو ده هقول لكم خلفيه الايفون، عشان في كذا حد سالني عن ازاي الخلفيه دي اعملها او الساعه دي شكل الساعه والكلام ده كله. في اخر الفيديو ان شاء الله هوريك ازاي تعمل الخلفيه دي والويدجت ده. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا نبدأ بأكتر حاجة ملفتة الأسبوع ده، وهي إن أبل أطلقت موقع جديد. لو دخلنا كده على موقع أبل هتلاقي حاجة اسمها سناب شوت دوت أبل دوت كوم، وده موقع جديد أبل أطلقته يعني باسم سناب شوت. ده عبارة عن كل الميديا اللي أنت بتحبها، سواء كنت بقى بتفضل ممثل معين، مغني، أي حاجة. لو دخلت عليه هيجيب لك السيرة الذاتية بتاعته، سواء بقى الأغاني بتاعته، الأفلام، المسلسلات، على حسب هو بيقدم إيه. كل ده في مكان واحد. فده باختصار ميزة الموقع ده، فهسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو تقدر تتصفح فيه براحتك. لكن في نفس الوقت ظهرت ثغرة جديدة باسم ايربورن. الثغرة دي الهاكرز كانوا بيقدروا يخترقوا الايفون عن طريق حاجات غريبة جدا، ويعني لو سمعتها يعني انت ممكن تترعب. عن طريق الكار بلاي وعن طريق الاير بلاي لو انت بتعمل شير ما بين الايفون وشاشة التلفزيون، او حتى عن طريق الواي فاي. يعني دي كارثه. بس طالما ابل يعني نزلت لك التحديث اللي هو اي او اس 18.4.1 او اي تحديث بعديه، اطمن انت في التمام. يعني ابل نزلت التحديث ده وقالت خلاص انت في السليم. المشكله مش هنا، المشكله ان الثغره دي كانت صعب ان هي تتكشف، واتكشفت يعني لحسن الحظ ان ابل كشفتها. كانت ممكن تبقى موجوده لسنين وابل نفسها ما كانتش تعرف. نبدا بقى باكتر حاجه منتظره، وهي خلاص فاضل عليها شهر تقريبا، وهو اي او اس 19. اول نسخه تجريبيه هتنزل للناس كلها في بعد مؤتمر المطورين مباشره يوم 9 في شهر 6. هتنزل اول نسخه تجريبيه من اي او اس 19 للمطورين. واللي متابع اكيد عارف ان المؤتمر ده بيبقى مليان مفاجآت ومميزات جديده للايفون، ويعني تغييرات بتبقى كبيره جدا في عالم الايفون، خصوصا في التحديث ده. لان التحديث ده يعني هيبقى جبار بجد، وتحديث كبير جدا وضخم. يعني احنا مش يعني ابل هتعمل عظمه في التحديث ده. اي او اس 19 متوقع ان يكون واحد من اكبر التحديثات اللي حصلت لنظام الاي او اس. يعني بقالنا اكتر من 20 سنه في اي او اس، يعني ما حصلش عليه تغيير من اي او اس 7 تقريبا. يعني ليه بقول لك اي او اس 19 هيكون تحديث ضخم؟ لانه يعني هيبقى تغيير شامل لهويه نظام التشغيل بتاع الايفون. وكمان ابل شغاله زي ما احنا عارفين على تصميم جديد. يعني احنا عارفين بقى التصميم والتاثيرات زي ما احنا عارفين كده، الايقونات الدائريه، وكمان طريقة التفاعل بتاع الايفون زي الحركة والانيميشن اللي احنا شايفينها. كل ده هيتغير عن الاول خالص. الايفون هيبقى التفاعل بتاعه غريب. يعني انت ممكن تكون شايف النظام ده هيكون قديم جدا، خصوصا ان ابل يعني هتهد ده كله وتبني حاجة جديدة خالص عن الاول. معرفش ابل مقدمه لنا ايه في المؤتمر ده، بس انا يعني التسريبات كلها وكل الناس والتوقعات من مصادر موثوقه جدا بتقول ان ابل في التحديث ده هتعمل عظمة وهتقدم حاجة جديدة كليا وتغيير. شوف حاجة جديدة كليا عكس المعتاد أو التقليدي الملل اللي احنا فيه ده. لكن اللي لفت انتباهي بقى ميزة جديدة من ضمن التسريبات اللي ظهرت، بيقول لك إنها هتغير طريقة استخدامك للآيفون خالص. والميزة هي إنك بتوصل الآيفون بشاشة. طب إيه الجديد؟ ما أنا عن طريق الإير بلاي لما بعمل كده بقدر أوصل التليفون بأي شاشة قدامي. يعني ايه الجديد؟ لا، هي المشكله مش في هنا. الميزه دي هتخلي لك التليفون هيبقى عباره عن كمبيوتر، جهاز تحكم تتحكم فيه. وهيبقى يعني هوضح لكم الموضوع ده ازاي. الميزه دي هتشتغل على الايفونات اولا اللي بتدعم منفذ اليو اس بي سي، يعني من اول ايفون 15 برو، 15 العادي قصدي، وانت طالع سلسله ايفون 15 وانت طالع لفوق 17 18 19 لغايه بقى المستقبل كله. فاحنا بنتكلم ان اللي جاي كله هيكون بيدعم الميزه دي. الايفون بقى هيعمل ايه؟ يعني الميزه دي عباره عن ايه؟ لما توصل الايفون بشاشه بالشاشه يعني عن طريق اليو اس بي سي او عن طريق الاير بلاي، الميزه دي بقى هتشوف واجهه جديده. مثلا تلاقي الشاشه دي اتغيرت، واجهه نظام الاي او اس اصلا اختلفت خالص. يعني انت هتشوف حاجه تانية خالص، ان انت تقدر تفتح كذا تطبيق في نفس الوقت. تفتح مثلا السفاري كده وتفتح النوت وتكتب اللي انت عايزه، وسفاري فوق والنوت هنا، او تفتح كذا برنامج جنب بعض. يعني مالتي تاسك زي ما بيقولوا، ان انت تعمل كذا مهمه في
جهاز واحد، يعني الجهاز يعمل لك كذا مهام في مهمه واحده، عكس دلوقتي ان انت بتفتح تطبيق واحد بالعافيه. بس المشكله الميزه دي مش هتشتغل غير لما تكون بتوصل لشاشه، يعني الايفون هو على وضعه الطبيعي مش هيشتغل فيه الميزه دي. الميزه دي اسمها ستاج مانجر، ودي اللي هتخليك تتنقل بين التطبيقات بكل سلاسه، وهتلاقي خصائص ظهرت لك هنا وكذا تطبيق، وتفتح تطبيقين مع بعض وتعمل اللي انت عايزه جوه الميزه دي. فهتخلي لك، هتحسسك كده ان كذا مهمه بتعمل لك في جهاز واحد، مش محتاج كذا جهاز جنبك. يعني ممكن تعمل كل حاجه في جهاز واحد، تعمل كذا مهمه في نفس الوقت في جهاز واحد بس، زي الايباد والماك. انت في الايباد والماك بتقدر تفتح كذا تطبيق وتقدر تعمل اللي انت عايزه. فالايفون بجد لما تنزل له الميزه دي، الميزه دي هتكون كويسه جدا. بس يا ريت يعني تكون نازله كمان مش بس في مختصره او مقتصره على الميزه دي، تكون عادي ان انا اقدر اعمل اقسم الشاشه نصين وافتح تطبيقين عادي. اجهزه الاندرويد بتقدر تعمل كده، واجهزه ضعيفه جدا ويعني مش قويه. بس قبل ما نوصل لمؤتمر ابل اللي هو WWDC اللي هو في شهر 6 يوم 9 اللي هو كمان شهر، خلينا بس نرجع خطوه لورا كده، او استنى بس اسبوع كمان، اللي هو يوم 15/5، وده اليوم العالمي للتوعيه. ده ابل يعني على طول بتعرض في اليوم ده مميزات لذوي الاحتياجات الخاصه، يعني مميزات بتنزل للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. المميزات دي ابل بتعلن عنها، وبيبقى جزء من التحديث لازم يكون تحديث كبير زي iOS 19 iOS 18 iOS 17. بيبقى كل سنه ابل بتعمل مميزات للاشخاص دول. وبما اننا بنتكلم عن انظمه الاي او اس، خلينا نتكلم بسرعه عن iOS 18.5 اللي لسه نازل من يومين، النسخه التجريبيه النهائيه اللي هي الار سي. ده معناه حاجه واحده، ان النسخه الرسميه هتكون الاسبوع الجاي، يعني خلاص الاسبوع الجاي هينزل النسخه الرسميه من iOS 18.5، وكمان بعديها على طول هينزل النسخه التجريبيه الاولى من iOS 18.6. وده معناه حاجه واحده، هنكون قربنا جدا من مؤتمر ال WWDC اللي هو مؤتمر المطورين، وبالاخص سيري. في اخبار ان ابل شغاله على نسخه جديده كليا من سيري، مش مجرد بقى تحسينات واضافات ويشيل ويحط، لا، زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي قبل كده عن تسريبات iOS 19، ان ابل هتهد ده كله وهتهد نظام سيري، زي ما شالت اساسا المدير التنفيذي ليها، وعينت المدير بتاع الفيجن برو اللي هو متخصص لنظام التشغيل الفيجن او اس نظاره ابل. فاحنا متوقعين ان كل اللي اتعمل في سيري ده هيرجع يبني من اول وجديد. وبالفعل ابل فعلا بتعمل كده وبتبني على نظافه زي كده، بتعمل اعاده اختراع للحاجه. وده لو حصل بجد هتبقى خطوه قويه في مجال الذكاء الاصطناعي لابل، لان يعني خصوصا ان ابل السنه اللي فاتت دي كلها احنا كنا محبطين بسبب القرارات اللي اتخذت كتيره، والوعود اللي ما حصلتش، والمميزات اللي اتشالت، وكارثه كانت موجوده في التحديثات بتاعت iOS 18. ف يعني الموضوع ده لو حصل بجد يعني هيبقى حاجه كويسه جدا. وفعلا ابل شغاله حاليا اصلا في iOS 19.4 مش iOS 19 اصلا، يعني دخلت في الاصدار الرابع من iOS 19. ده بيدل ان ابل فعلا مركزه وبتجهز جامد قوي عشان تقلل الاخطاء والمشاكل اللي حصلت في iOS 18، وان ده ما يتكررش تاني. نيجي بقى لعم العالم ايفون 17 اللي خلاص بقى في مرحلة شبه الانتهاء، يعني خلاص ابل بتفنش كده التصميم وخلاص. احنا كده بنسبة 80% ان التصميم ده مؤكد، او 70% ان هو ده التصميم بتاع ايفون 17. احنا خلاص داخلين على هو ده الايفون اللي هينزل، سواء البرو سواء الايفون العادي سواء ايفون حتى اير 17 اير. وطبعا احنا عارفين الحاجات التصميم ان الظهر هيجي بالشكل ده، وان الكاميرا هتيجي بشكل مستطيل والكلام ده كله. وكمان ان في موديل جديد هينزل مع السلسله ان هو ايفون 17 اير، هيكون انحب تليفون في العالم. بس في مشكله ظهرت، ان في ناس المحللين بيقولوا ان التليفون طالما نحيف البطاريه هتكون صغيره، وطالما البطاريه صغيره التليفون مش هيقعد وقت طويل، هيقعد اقل من المعتاد. بس عايز اقول على حاجه من وجهه نظري المتواضعه، ان ابل اكيد مش ناسيه حاجه زي كده، مش هتنزل تليفون ايفون 17 اير داعم الذكاء الاصطناعي ومعالج اي 19 برو. يعني احنا بنتكلم في تطورات، مش هتمسك البطاريه وتزعلها. يا اما حاجه هي حاجه يا ملهاش تاني، ان المعالج هينزل قوي. وطبعا حجه ابل بتاع كل سنه ان المعالج اقل استهلاك للطاقه، وفعلا ابل ممكن تعمل حاجه زي كده، ان هي تخلي معالج قليل جدا لاستهلاك الطاقه ويكون قوي جدا. يعني هيكون ايه؟ هيبقى معالج قوي، استهلاك اقل، بطاريه اصغر. هيدينا ايه في الاخر؟ هيدينا تكامل، يعني هيدينا التكامل اللي احنا عايزينه، او هيدينا اللي احنا عايزينه من الاخر، ان التليفون يقعد لاطول فتره ممكنه خلال الاستخدام اليومي. وده اللي ابل هتعمله، وده من وجهه نظري يعني.
وكمان في مفاجأة أكبر إن ايفون 17 العادي و17 بلس هيجي برامات 12 جيجا مش البرو بس. يعني أنت بتتكلم إن الايفون 17 و17 العادي هينزل لهم رامات 12. طب ليه؟ لأن الذكاء الصناعي يا معلم محتاج رامات قوية، محتاج يعني أداء قوي، لأن ملفات الذكاء الاصطناعي مش هتبقى واقفة لحد كده. كل يوم في تطور، كل تحديثات في تطور، كل سنة في تطور. فاحنا محتاجين إن الجهاز يكون بجد جديد. لازم رامات قويه، لازم معالج قوي، لازم كل حاجه تكون جاهزه، لان اي جهاز بيدعم الذكاء الاصطناعي الملفات بتاعته بتبقى كبيره، خصوصا ان ايفون 17 واي او اس 19 عامه الذكاء الاصطناعي هيبقى الموارد بتاعته كبيره جدا وملفاته. فمحتاج جهاز قوي راماته يعني ما تكونش فاهم 6 جيجا و8 جيجا والكلام ده كله، لا هي عايزه رامات تكون شديده شويه. اخر اشاعه بتقول بقى ان في 2027 ابل بتحضر لاضخم تليفون. فاكرين ايفون اكس اما عدى 10 سنين باحتفال ابل 10 سنين على الايفون، يعني أما اول ايفون نزل بقى له 10 سنين ده احتفاليه. المره دي بقى هيبقى 20 سنه. فما بالك بقى ايفون اكس اما نزل ايه اللي حصل؟ نزل ايفون 8 عادي في المؤتمر وايه بلس وما كانش فيه اي انبهار. في اخر المؤتمر قالوا لك لا احنا لسه ما خلصناش المؤتمر، راح مطلعين لك حاجه اسمها ايفون اكس في اخر المؤتمر والناس انبهرت واو مش واو. نفس الكلام هيحصل في 2027. ايفون 20 هيحصل نفس المفاجاه، هيظهر المؤتمر وهيظهر لك البرو والبرو ماكس والاير والكلام ده كله. بس ممكن يظهر حاجه جديده في ايفون 20 وهي ايفون القابل للطي. ابل يعني شغاله على موضوع ان التليفون اللي هو بيتقفل وبيتفتح زي اللي هو قابل للطي زي سامسونج وبقيه الشركات، لان ابل يعني متاخره جدا في الحوار ده، ما عملتش ولا تليفون من النموذج ده. فحوار ان هي هتعمله نفس حوار الفيس اي دي في الايفون اكس، لما كل الشركات عملت بقى لها 3 سنين فيس اي دي ولغوا حوار البصمه والكلام ده كله. ابل بعدها بسنتين ثلاثه بدات تستوعب ان في حاجه اسمها فيس اي دي، بس اول ما نزلتها الصراحه نزلتها بكفاءه عاليه. يعني دي حاجه ما ننكرهاش. وكمان في حوار ان الايفون القابل للطي، ان ابل بتقول لك ان الشاشه لما تتقفل مش هيبقى فيه الخط، اما بتيجي تفتح التليفون مش هيبان ان في خط في النص كده مكان القفل والفتح اللي هو زي اللي في التليفونات بتاعت سامسونج وبقيه الشركات. بتقول لك ان في موديل هيبقى فيه باين وفي موديل مش هيبقى باين. معرفش التسريبات دي، ده اللي بيتقال في التسريبات، يعني السعر هيبقى اقل والسعر هيبقى اغلى على حسب موديل التليفون، بس دي مش مؤكده. هو هينزل تليفون قابل للطي في 2027 في احتفال ذكرى مرور 20 سنه على ايفون. نيجي بقى لاخر فقره، وازاي عملت الخلفيه دي، او الناس بتسال ازاي اعمل الخلفيه دي. عامه انا هسيب لك الصور وصوره البي ام ولوجو البي ام ده، وكمان الخلفيه دي كلها بالشكل ده كله هبعتها لك في جروب التليجرام، هتلاقيها موجوده في التليجرام، كل الموارد هتلاقيها في التليجرام. وكمان هوريك لينك التطبيق وهوريك دلوقتي كل حاجه هنعملها ازاي مع بعض عشان نطلع الخلفيه دي والويدجت ده. انا كده كده شلت خلاص الويدجت اللي فوق عشان نبقى مع بعض خطوه بخطوه. بعد ما نزلنا البرنامج اللي هو ويدجي خلاص نزلناه، هسيب لك اللينك بتاع الخلفيه دي على طول. يعني شفت كده انا خدت كوبي لللينك بتاع الخلفيه دي، هتلاقيه في التليجرام. اول ما تخش عليه بص بنفس الطريقه كده وتخش عليه عن طريق التليجرام هيوجهك على طول للبرنامج ويعرض لك الخلفيه كده على طول. وبكده تكون سيفتها، ترجع لورا هتلاقيها اتسيفت عندك هنا. بتخش على مانج اللي في النص دي وبتختار هوم. اول حاجه بتدوس على سيت اب وهتلاقيها عندك بالشكل ده. بترجع ورا كده، تخرج خالص، تدوس ضغطه مطوله وبتحول تاخد سكرين شوت للشاشه الفاضيه دي كده. بعد ما بتاخد سكرين شوت تخش على البرنامج تاني وبتضيف السكرين شوت اللي انت لسه واخدها. بندوس هنا وبكده ضفت السكرين شوت اللي انا خدتها، بدوس صح. دي اول خطوه عملناها. تاني خطوه بنعمل ايه؟ بننزل تحت خالص كده بتلاقي عند اللارج اللي هو الويدجت الكبير، بنختار هنا عند اللارج نختار الويدجت اللي انا لسه محمله او اللي كنت سايبه لكم في التليجرام. بختار الويدجت دي واعمل صح، وبكده انا ضفت الويدجت. برجع كده وادوس ضغطه مطوله واعمل اديت وادوس اد ويدجت واكتب برنامج ويدجت اللي هو ده. بختار اللارج اللي احنا عملناه اهي ظاهره قدامك زي ما انت شايف، بتدوس اد هتلاقيها ظهرت قدامك بالشكل ده على طول. طب بما ان علامه بي ام مش موجوده فازاي كنت بضيفها؟ عامه بتخش على ويدج تاني وبترجع وتطلع فوق، وعشان تضيف علامه بي ام هتلاقي الصوره بتاعتها في التليجرام. بص كده بقى، لو انت مش عايز تشيل علامه البي ام اللي انا شلتها كده الخلفيه هتختلف عن الخلفيه اللي ورا في الصوره، بس انا عشان الشاشه سودا من هنا والخلفيه سودا فلايقه مع بعض. لو انت حاطط خلفيه فاتحه فلازم تاخد نفس السكرين عشان يعني شكل الساعه والدنيا تكون متقاربه، ما تبقاش شكل الساعه سودا
شكل الساعة سودا والخلفية فاتحة أو لون تاني عكس اللون ده عامة. إنما لو السودا من فوق هنا زي الخلفية دي فعادي ممكن تحط عشان علامة بي ام تبان. بنزلها وبضيف الصورة بتاعت البي ام وبضيف علامة البي ام زي ما انت شايف كده اللي هو اللوجو بتاع البي ام. فهدوس صح كده الخلفيه اتحطت، ارجع كده الاقي اللوجو بتاع بي ام زي ما انت شايف كده ظهر تاني زي الاول. وكده كده الخلفيه سودا فالحته دي اللي زرقاء بس فماشيه مع الفكره. لو الخلفيه بيضه هتلاقي الدنيا باظت خالص، تلاقي الحته دي سودا والباقي ابيض زي ما انت شايف. زي كده مثلا هتبوظ الدنيا او زي كده مثلا. تعالى كده نختار الخلفيه دي. بص هي دي الفكره اللي انا بكلمك عليها، لازم الخلفيه تبقى سودا او تاخد سكرين شوت عشان تليق على خلفيه العربيه دي كده مثلا. لو عملنا كده ورجعنا تاني للبرنامج وطلعنا فوق خالص ودوسنا هنا الخلفيه دي ودوسنا اوكي، الخلفيه هتظبط تاني معانا. بص كده بقت نفس شكل العربيه. فهمت الفكره ازاي؟ بعد ما بتعمل كده تضيف الخلفيه هنا على طول. عايز تغير بقى الخلفيه خلاص طالما ضفتها مره واحده خلاص. عايز تعدل بقى في الصوره نفسها بتاعت الخلفيه زي ما قلت لك تاخد سكرين وتحطها في الحته اللي فوق دي وبكده الدنيا عندك زي الفل. تقدر بقى تحط اي خلفيه وبعد ما تحط الخلفيه تاخد سكرين تخش جوه تحط نفس الخلفيه جوه الويدجت نفسه عشان يبقى نفس فكره الويدجت. بس كده يعني اتمنى يكون الفكره وصلت لكم وهي معقده شويه بس يعني تستاهل. وبس كده قول لي في التعليقات ايه اكتر حاجه عجبتك وايه اكتر حاجه كنت متحمس ليها، اي او اس 19 ولا سيري جديده ولا ايفون 17 ولا خلفيه الايفون بتاعتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.